الفصل السادس: فرص جديدة في عصر السوشيال ميديا. احنا فعلا محظوظين اننا عايشين في الزمن ده، صدقوني. والله يمكن الناس تقول لا ده في بطالة، ده في مشاكل، ده في حروب، بس بصراحة الفرص النهاردة للشباب اضعاف الاجيال اللي قبلنا بسبب الانترنت والسوشيال ميديا. حرفيا انت ممكن تعمل فلوس وانت قاعد على الكنبة بتاعت بيتكم، وانت بس قاعد مستغل شوية ادوات كده موجودة حواليك. عايزك تفتح دماغك كده معايا وتشوف كام اتجاه وفرصة ممكن تبقى بتغير حياتك. صناعة المحتوى كمهنة وكمصدر دخل بقت يعني دلوقتي موجوده ومتاحه لناس كتير قوي. زمان كنت تسال اي طفل تقول له نفسك تطلع ايه، يقول لك دكتور، ضابط، مهندس. دلوقتي نسبه كبيره هيقول لك والله انا عايز اطلع يوتيوبر، او عايز اطلع ستريمر، عايز اطلع انفلونسر. وفعلا بقينا نشوف شباب وبنات يعني في اوائل السن كده بتاعهم وهم طالعين يبداوا يشتغلوا من 16 سنه، بيطلعوا يعملوا محتوى من اوضهم وبيوصلوا الملايين وبيكسبوا منه. وكمان مش بس يعني فكره الانفلونسر بالمفهوم التقليدي اللي هو واحد بيروح يعمل فيديوهات يجرب اكل ويعمل مش عارف ايه، لا، صناعة المحتوى بقت مجال وظيفي متنوع جدا. تقدر تكون منتج محتوى لشركات كبيرة، يعني شركة تقول لك والله اعمل لنا إدارة للحسابات بتاعتنا، اعمل لنا محتوى يشد الناس، اعمل لنا كونتنت. وده شغل بيزيد جدا يوم عن يوم وبيفرق كل يوم مع ناس كتيرة جدا جدا جدا. لو انت مستقل او عايز تبقى فريلانسر في كتابة المحتوى او التصميم او المونتاج، او تستخدم ده في البيزنس بتاعك وتشتغل لمجموعة عملاء عن بعد، ده بقى مسار وظيفي تقدر تبقى بتتجه ليه وتقدر تبقى بتشتغل بيه بشكل كبير. او تبقى بتبني المنصات بتاعتك الشخصيه ايا كانت، هي قناه يوتيوب، صفحه انستجرام او فيسبوك، او تعمل تيك توك، او تعمل بلوج بشكل ما، وتبدا تكبر الجمهور. ساعتها الفلوس هتيجي لوحدها من الاعلانات ومن الرعايات ومن المنتجات اللي انت بتبيعها لهم. عالم المحتوى مفتوح على مصراعيه، بس المفتاح هو انك تبقى بتتميز وتبدع، لان المنافسه كبيره جدا. وعشان تتميز انت محتاج تتعلم وتجرب زي ما قلنا قبل كده. والخبر الحلو هنا ان ادوات صناعه المحتوى الاحترافيه بقت في المتناول. بقى في كورسات معموله كتير على الموضوع ده في الانترنت كله. انا عن نفسي عامل كورس اصلا اسمه يو جي سي في 7 ايام، ده معمول ومركز فيه على نقطه محدده، ان هو ازاي اي شاب او بنت يقدروا يبقوا بيبداوا من الصفر تماما من بيتهم عشان يبقوا بيعملوا كونتنت جذاب يشد الشركات. في اسبوع واحد بس يقدروا يوصلوا للملايين من المتابعين، ويقدروا يوصلوا للملايين الشركات تبقى بتتفاعل معاهم، ويقدروا يبقوا بيحققوا منهم مبالغ وفلوس كويسه. اليوزر جنريتد كونتنت انت كمان تقدر تبقى بتستخدمه في البيزنس بتاعك، وهو محتوى يخلي الناس نفسها تبقى بتجرب المنتج بتاعك وتتكلم عنه بكل شغف وبكل صدق. وده اللي بيعمله المستخدم العادي، انه بيجيب المنتج يجربه، يحكي عنه للناس، ويقول على التأثير بتاعه للجمهور. تخيل حد بيستخدم موبايل وبيعمل بيه فيديو ريفيو بشكل عفوي. الفيديو دوت ممكن يبقى بيجيب ارقام ويجيب مشاهدات واقفه يعني بين ناس كتيره قوي، ويفرق مع ناس كتير قوي بشكل عامل ازاي. عشان كده جه دور اصلا صانع محتوى اليو جي سي اللي المفروض انت تستخدمه في البيزنس بتاعك، او انت تبقى منه لو انت عايز تبقى بتتجه لده. دي بقت مهنه، انك تعمل محتوى كشخص عادي عن منتجات الشركات بمقابل مادي. والشركات بتدور على ناس عندهم الموهبه دي انهم يبقى بيعملوها بشكل بسيط وبشكل عفوي، مش موظفين. لا، هم بيدوروا على ناس اصلا مش مشاهير، بيدوروا على ناس بسيطه، ناس حقيقيه، جمهور هدفه يعمل محتوى يقنع بيه الجمهور. والفرصه هنا ذهبيه، لانك مش محتاج يبقى عندك مليون متابع. بالعكس، انت محتاج تبقى بتعمل فيديوهات حقيقية صادقة بتشتغل بيها من ورا الكواليس علشان توري للناس ازاي المنتجات دي مفيدة ليهم، وتبقى بتاخد فلوس وتعمل محتوى يبقى مستمر بالشكل وبالاسلوب دوت. كتير من الشباب العرب بدأوا يشتغلوا ويستخدموا الاسلوب دوت وهو اليو جي سي عشان يبقوا بيوصلوا لعدد كبير من الناس ويبقوا بيفرقوا معاهم. ما بقاش لازم تبقى انفلونسر مشهور عشان تبقى بتكسب من صناعة المحتوى، لا، انت ممكن تكون الجندي المجهول اللي ورا كامبينز كبيرة جدا لشركات تبدأ تكسب منها كويس. وفعلا في بزنس كبير جاي من ورا الاندستري دي. ومن يوم ما تقدر تبقى بتعمل دوت هتلاقي نفسك ابتديت ان شاء الله تبقى بتدخل فلوس كبيره. وانت كصاحب بزنس لازم تبقى بتركز على جزء اليو جي سي وتستفيد منه وتستغله وتطلع منه احسن مساحه شغل ليك وللمنتج او للخدمه بتاعتك. عايز اقول لك ان قصص النجاح حوالينا كتير، يمكن انت كمان قريب جدا تبقى قصه نجاح تحكيها لغيرك. افتكر دايما ان مفيش حد بدا اكسبرت، مفيش حد بدا خبير، ولا حد ناجح من اول يوم. كل الناجحين كانوا في سنك في يوم من الايام محتارين وخايفين زيك. الفرق انهم اخدوا خطوه ورا خطوه من غير ما يبقوا بيوقفوا. استمراريه، وده المطلوب منك، الاستمراريه، انك تنجز، انك لما تنجح خطوه تحط اللي بعدها، ولما تقع مره تقوم تكمل الطريق. ابدا دلوقتي، انت مش مستني اي حاجه. ما تستناش الساعه تكمل 8 ل 5، ابدا. احنا دلوقتي
عرفنا الرحله بتاعتنا تفاصيلها عامله ازاي، عرفنا ازاي بنعرف المشروع بتاعنا، ازاي بنلاقي الشركاء. انت تقدر دلوقتي تبقى بتعمل مشروعك، تقدر تنفذه، تعرف تجيب سبونسرز ليه، تقدر تبقى بتتعلم تكتب خطه لنفسك، تقدر تبقى بعد الفيديو ده تفهم ازاي تقدر تبقى بتتحرك. ايه هي اهم 3 حاجات لازم تبدا تشتغل عليهم الاسبوع ده؟ اكتب. مهم تبقى عارف ازاي تحدد شغفك. اكتب ايه هو مجالك ومشروعك. اكتب. مهم انك تنفذ اول خطوه. نفذ. في صفحه على السوشيال ميديا مهمه لازم تبقى بتعملها. اعمل. ابدا اتعلم وخد كورسات، وابدا دوس وشارك نفسك وشارك عقلك بمحتوى جديد وكونتنت جديد. اتعلم. خش في عالم الذكاء الاصطناعي. الرسائل اللي عدت علينا دي كلها مهمه جدا. امن بنفسك، امن بقدرتك على التغيير. ما تفضلش مستني انه هيحصل حاجه هي اللي هتغيرك، انت بالفعل قادر تبقى بتغير نفسك. عشان كده بشجعك جدا انك تاخد اول خطوه ناحيه نفسك وتبدا تطور نفسك. لو انت دي اول مره تبقى بتشوفني بيها، اتاكد انك تبقى بتعمل سبسكرايب للشانل وتبقى بتعمل لي فولو، علشان تبقى بتشوف بعد كده دروس ان شاء الله تبقى بتفرق معاك، وباذن الله كل حاجه جديده هبقى بتعلمها هبقى بشاركك بيها. يلا نفذ بسرعه، ما تستناش. انت عندك مساحه من الوقت، استغلها على قد ما تقدر. كل يوم بيعدي منك من غير ما تبقى بتنفذ انت بتخسر. صدقني التخطيط الزايد هو اكبر مساحه للوقوع الزايد. نفذ وانت بتخطط، خطط وانت بتنفذ. هي دي الرحله اللي المفروض تبقى بتمشي فيها. شكرا جدا لوقتك، اتمنى فعلا من قلبي يكون وصلك اللي في قلبي واللي في عقلي، وان شاء الله يبقى بيفرق معاك.